صحيح النقيب زيان تعرض لوعكه صحيه داخل الجلسه. حنا كنا داخل القاعه، واحد اللحظه كنشوف واحد السيده داخله بديك الصندوق اللي فيه ديال العلاج. من بعد خرجوه وترفعت الجلسه لكي يمتثل او ليخضع السيد النقيب للعلاج. يبدو انه تاثر بواحد المجهود داروا، لانه دار مداخلات بزاف كيحاول يدافع على راسه، وكان كيغوت بواحد القوه وبواحد الاجهاد اللي هو كبير. ربما تاثرا بهذه العمليه هذه تعرض لما تعرض له. كنطلب الله عز وجل الله يشافي السيد النقيب والله يفرج عليه. مرافعات قيمه، سمعت النقيب السي المرابط عبد الصمد، سمعت الاستاذ الصبار، كانت مرافعات يعني كامله، وكلهم هضروا على اجلوا الجلسه وكيلتمسوا. كاين اللي التمس حضور المجلس على الحسابات بصفته الجهه المختصه والمعنيه، لانهم كيعيبوا على هذه المحاكمه انها ما فيهاش تقرير المجلس على الحسابات، باعتباره هو المختص في الجانب المحاسباتي، وبان قاضي التحقيق ولا كذا ما يمكنش يضبط هذه الامور. وصراحه هذه اشاره طيبه جدا من الدفاع، لانني كواحد اللي كنعيش المحاكمات كيبقى فيا الحال. حنا في المحاكمات المغربيه كتلقى دائما القاضي لا يحكم عليك، وحده الوكيل والمحامي والمتهم والحضور. بينما المحاكمه خص الناس يفهموها، خص يحضر فيها الخبير، يحضر الطبيب، يحضر محرر المحضر، يحضر المصرح، يحضر الشهود، يحضر الجميع. في امريكا، وامريكا ماشي احسن منا، الشرطي ملي كيبغي يسمع لك تيحضرك، تيقول لك عندك تقول شي كلام يرجع لك غدا، راه غدا عندك المحاكمه، رد بالك واش انت مرتاح قبل ما تجاوب. في امريكا كيحضر الخبير اللي دار الخبره، شتي من حقك تشك حتى في الخبره، الخبير كيحضر الموصل. حنا في المغرب فلوس فيها الملايين، ووزير كيتحاكم وحاضر، ما كتسمع لا خبير لا خبره لا مؤسسات لا مسؤولين رسميين كيحضروا، لا مصرح لا مشتكي لا. وهذا من الامور اللي زعما كنسجلوها بآلاف. هذا من الملاحظات كذلك المثيره. الموضوع ديال الاستاذ زيان هو المال العام، وما سجلته باستغراب شديد ان السيد الوكيل العام عندما اخذ المكالمه للرد على الدفوع والملتمسات لا يسمع صوت السيد الوكيل العام. اذا ما قيمه حضورنا وما قيمه الجلسه علنيه اذا كان المواطن ما غيسمعش المرافعه ديال السيد الوكيل؟ لم نستمع اليه، سمعنا ضجيجا من الاصوات، وهذه الميكروفونات عندهم علاقه بالمحكمه، فضروري تجهز، خصوصا هذه محاكمه فيها نقيب فيها وزير سابق. حنا كمواطنين كنحضروا من حقنا نسمعوا، فما كاينش الصوت مره. من بعد خذ الكلمه السيد الوكيل العام ولم يسمع صوته، وحرمنا من سماع. انا دابا ما سمعتش شنو قال الوكيل العام. الان كنتمنى مستقبلا على انه تم تدارك هذا الامر، لانه خصوصا انه ما كيتطلبش شي مجهود. ما عرفتش مساله بحال هذه زعما حنا كنقدروا نحضروا الجندارم ونحضروا البوليس ونحضروا كذا، والمسائل بحال هذه اللي كتساعد في المحاكمه العادله. فاعتقد الميكروفون مهم جدا، وتحرمنا لانه ما سمعناش. كان غوت انا ما نقدرش نعرف، انا ماشي طبيب لا على علم لي، ولكن كنقول غير اللي شفت وكنرجح، لانه دار واحد المجهود وكيدافع على راسه وكيقول لهم كيفاش الملايريه، ولقيت مع الحسابات كيهضر على الملايريه وما كتبدا سرقوا، وانا اللي عندي المحاسبه هي هذيك، علاش دايرني جوج. كيقول كيفاش انا الفلوس تخلصت في 2022 والمتابعات دارت في 2024. هنا بدا كيغوت بزاف على شي، تعتبر راسو مظلوم، تعتبر راسو كيغوت بواحد الطريقه، كيعتبر وصراحه الهيئه يعني كاين واحد الجانب نتمنى، واخا انا ما كنبغيش نقول هذه الهضره بحكم تجربتي، ما كنبغيش نقول، ولكن نتمنى ما عرف على اي كان واحد الجو زعما كاين واحد التفاعل ايجابي مع السيد النقيب، ولكن نتمنى ما يكونش بحال، حيت انا كانوا كيتفاعلوا معايا بشكل ايجابي وفي الاخر كتجيني الدقه. فلهذا ما بقاش كنقدر نقول ما عرفتش. نتمنوا الخير، ما نقدروش نقولوا شي كلمه الله اعلم، ولكن كنحسنوا الظن بالهيئه بمنتهى